صباح الخير، صباح الجمال، صباح الحلاوة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة والأمة المسلمة كلها بالخير وبالصحة وبالسعادة. ما كانش ينفع يا جماعة الخير إن أنا ما أعملش فيديو النهاردة وأوريكم الأجواء في العيد عاملة إزاي في دولة ليتوانيا. طبعا إحنا بنحاول إن إحنا نوضح كل حاجة في دولة ليتوانيا، المميزات والعيوب والحاجات دي كلها، وطبعا الأيام الجميلة زي أيام شهر رمضان أو أيام العيد. فطبعا حبيت ان انا اشارككم معايا اليوم النهارده واعمل لكم فلوج واوريكم الاجواء عامله ازاي في العيد في دوله ليتوانيا. بس قبل ما ابدا في اي حاجه انا محتاج قهوه، لان الساعه دلوقتي 5:30 وبامانه الله انا مش شايف قدامي. انا محتاج كده قهوه عشان اظبط الدنيا. كله بيظبط نفسه بياخد قهوه وانا محتاج قهوه انا كمان. كفلتا هات بيه في السيجاره. خدنا قهوه، خدنا القهوه بتاعتنا مهمه جدا على الصبح. توكلنا على الله. طيب تمام، جبنا القهوه، ظبطنا الدنيا، وطريقنا دلوقتي حاليا على الهاي واي، الطريق السريع الى مدينه فيلنوس. هياخد معانا بقى وقت قد ايه؟ المفروض في حدود حوالي ساعه ونص، ده المفروض يعني. تمام، حبيت ان انا اعمل لكم فيديو واوريكم الاجواء النهارده عامله ازاي في مدينه فيلنوس او في دوله ليتوانيا، اجواء العيد والكلام ده كله. طبعا الاجواء هتكون مش بنفس الاجواء زي المدن الكبيره يعني او البلاد الكبيره زي المانيا مثلا في برلين، ولا مثلا في انجلترا في لندن وبتاع. هتلاقيهم الناس كده لهم طقوس معينه بحكم ان عدد كبير جدا من المسلمين موجودين في المكان دوت. ولكن هنا عدد المسلمين صغير، مش كتير ولا حاجه يعني، هم يتعدوا على الايد بينه وبينكم. ده العرب، انا بتكلم على العرب. ولكن في جنسيات تانية مسلمين، في جنسيات تانية مسلمين بشكل كبير يعني. ولكن برضك ما فيش الجوامع، الجوامع تقريبا يتعدوا على الايد. 5 جوامع موجودين في دولة ليتوانيا كلها، منهم 3 اوريدي في مدينة، او تقريبا 2 أو 3 في مدينة فيلنوس، اكبرهم اللي احنا هنروح ده النهارده ان شاء الله. اما الجامعين الصغيرين التانيين يعني حاجه صغيره جدا جدا. الناس موجوده كلها، ده الجامع. وصلنا بالسلامه اخيرا. هو ده الجامع اللي في فينوس في المبنى ده. الحمد لله. اخبارك يا عم سيد؟ عشنا والله. الله يخليك، تسلم يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب. عامل ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيب. هو انت راكن فين؟ انا رايح كده في الشارع. وانا كمان. استنى الناس هيدخلوا قريب ان شاء الله. خلصنا صلاة ورايحين دلوقتي للمكان اللي احنا المفروض هنذبح فيه. تقريبا هو خارج فينوس بحوالي 80 كيلو او 90 كيلو يعني. انا ماشي ورا عم السيد بالعربية. هيشحورنا عم السيد والله. و انا ما نعرفش المكان انا ولا عم السيد. فانا ماشي ورا عم السيد بالعربيه وهو مدوخني يا عم، عمال يلففني بيرنس وهو مش عارف هو رايح فين هو اساسا كمان يعني. هو ده عم السيد، البركه بتاعتنا، البركه بتاعتنا اهو. عم السيد بقى انا ما شفتهوش بقالي اكتر من 3 سنين. عم سيد
3 سنين، ما شفتوش بقالي اكتر من 3 سنين، لان الراجل ما شاء الله عليه يعني بيلف في اوروبا. فاعتقد ان في حلقه ان شاء الله هنزلها مع عم السيد هنتكلم فيها عن السواقين. ماشي بس هاخد فلوس. بس عاوز ياخد فلوس. اتعذبنا شويه على ما جينا المكان. هو قافل يا محمد عشان بس كلمة اسلام لان هو اللي كلمه. زي ما انت شايف الدنيا ماشيه ازاي. بهدله 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 بمعنى الكلمه يعني. بس شفنا الخرفان جوه، مشوار بعيد، مشوار بعيد جدا يعني. ده صاحب المزرعه ما شاء الله. لاعب ولا مش لاعب؟ جاي ولا مش جاي؟ جاي ثانية واحدة. يلا تعالى هنا بقى، تعالى هنا. Дина, дома едем тингли по жизни. Не, нашел. Так, Дина, ту капусту подари, котен ешки. Дина. Ой, ой, ой. اوفر دينا. بكره مع شهر في النهارده خليك موظف قال لك لازم اروح بكره عشان في اكتر من فئه. قال لي بكره باذن رب العالمين هديك الاسم بكره. انا مش هقدر غير بكره باذن الله. خلاص خلاص. يعني ان شاء الله باذن الله كده. مينا حبيبنا صباح الرضا. بيعايد معانا. مظبوط. زي العسل. رضا زي العسل حبيبي يا عم ميدو. انت ينفع تقطع لا واحنا متشكرين للاستضافه الجميله بتاعتكم. ده انتوا والله اكرم ناس بجد يعني. في الكومباوند المكان دوت جميل جدا 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 جدا. وادي الاكل بتاعنا. تخيلوا يا جماعه اول عيد لينا بيكون بالمنظر دوت. ما تنساش الكبسه. دي الكبسه من السعوديه. كبسه السعوديه. واهم حاجه ابو فهد عشان هو اللي طيب بجد. الراجل بقى اللي اتبهدل معانا بحق ربنا هو الراجل دوت. ربنا يبارك له يا رب. كل سنه وانت طيب يا ابو فهد. الله يسلمك. حبيبنا باشمهندس عصام. كل سنه وانت طيب حبيبي كل سنه وانتم طيبين جميعا. ولا اجمل ولا احلى، مفيش احسن من كده. دي لما اتفضل على غداك. يلا محمود. اللي كانوا بقى النهارده بجد فرحان عشان انا مع اخواتي ومع الناس اللي بحبها جدا. وطبعا انا اخويا العزيز ابو فهد كان معانا بجد النهارده. ربنا يبارك له. انا مبسوط جدا بلما جرينا. عايزهم سيدي مين احنا هتقول احنا عاملين ندور عليها. العيد. اليكس بارو اهو. والعيال دي مش هتيجي تاكل ولا ايه؟ هي دي الكبسه. الكبسه بتاعته ما شاء الله ما شاء الله. هتعجبكم ان شاء الله. يا عايز مين؟ صباح العسل حماد. صباح الجمال. الراجل ده اللي لمينا النهارده. لا والله حبيبي تسلم لي بجد. وبجد انا ليا شرف بوجودكم معايا والله. هو يوم جميل، يوم جميل بيكم بجد والله. فكنا بقى اليوم رمضان ده اول يوم رمضان ده كتير واطفال يوم ما كان يحصل فرح. بس دلوقتي ما بقاش في الطعم ده، مش عارف يمكن احنا عشان خاطر كبرنا والاطفال لسه حاسه الشعور اللي احنا كنا حاسينه ده زمان، ولا يا ترى فعلا هي الدنيا اتقل خيرها مثلا زي ما بيقولوا وبعد كده ايه؟ ما بقاش كده. لا بس على فكره لا، انا بس فعلا لا. كلامك صح. ان فعلا يعني هقول لك على حاجه. البيت الكبير عندنا في العيد، اي عيد البيت مفتوح والناس كلها اللي عايز يخش بيخش، والاكل كان دايما بيبقى موجود والخير كان دايما موجود. بامانه ماتوا فعلا الجدود واحد ورا الثاني، خلص الموضوع لان هم اللي كانوا بيجمعوا. ده هم فعلا حقيقي. كانوا الحمد بيجمعوا. لله في قوه. هي اللي هليم السفره كان في اللي هي بس العزوه. احنا كمان ما اتعلمناش ان احنا نجمع، احنا اتعلمنا احنا اللي نتجمع، يعني احنا نروح لهم مش احنا للاسف. ماشي بس ما ورثناش بقى الحته دي. ما ورثناش الحته دي. كالعاده الحمد لله كله كان كله تمام. الحمد لله. 100 100. ده عندي كرش. احلى عيد. عندنا في مصر الراجل اللي ملوش كرش ما يسواش قرش. شفت المثل ده؟ خلونا ننسى في الترابيزه كلها ما شاء الله. انا جبت مثلا ده نيجي بقى على اهم نقطه في الليله دي كلها. ازاي نقدر ننظف الليله دي كلها؟
ايديكم معانا بقى. توكل على الله. والله عندك حق. يا ريت تجيبوا شاهد. هيتفرجوا ببلاش. شاهدينك ايديهم معانا بقى. طب في طبعا انا حبيت ان انا بصور. اللي انتوا شايفينه انا عن نفسي مش فارقه اي حاجه. صح؟ كول يا كل الفيديو طبيعي عادي بالظبط. لا بعدين الناس عاوزين نعرف الناس ازاي العرب بيتعاملوا مع بعض، لان اساسا فكره العرب اساسا كلهم عارفين ان العرب كلهم بيضربوا بعض بالجزم بره. يا عم هو في حد وفي عرب وبيني مش وبينك عارف على يعني. هيجوا لك كلنا مصريين صح. للاسف. بس في ناس ممكن تلاقي ناس وحشه بس هتلاقي ناس كنت احلى. لسه هقول لك وجودكم مثلا انتوا دي حاجه سبيشال يعني مش أكيد. موجوده ده الموضوع ده كل يومين على فكره. اول امبارح برضه كان جاهزين. هنا بقى الكومباوند. في هنا الاماكن ديت من احلى واجمل الاماكن اللي ممكن تتفرجوا عليها. هنا الميه لو واحد حب يصطاد، فيعني ما شاء الله. ده مينا صوم طيبين يا رجاله. لا بجد. حبيبنا وجاي عايد معانا والناس من ايده. يا جماعه الخير تعبان ما اضحكش عليكم، تعبان لان انا من تقريبا من 3:30 الصبح، ف يعني المشوار كان جامد بس يوم جميل يوم لذيذ. انا استمتعت بجد يعني، استمتعت بكل لحظه في اليوم دوت. حسيت ان انا عيدت تقريبا بقالي 6 سنين في دوله ليتوانيا، اول مره انبسط في العيد زي النهارده. ربنا يبارك له احمد واخوه محمود عزمونا في البيت بتاعه النهارده وعملوا لنا الاكل الجميل. عملوا لنا كبسه زي ما انتم شفتوا، والجو في ناس اول مره نشوفهم وبجد شرف ان اي حد يتعرف عليهم. ناس محترمه جدا 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 فوق مما تتخيلوا. ناس من الخليج، اخونا ابو فهد من الخليج ربنا يبارك له، يعني هو اللي ظبطنا النهارده في الكبسه. وناس محترمه كمان جايين اول مره زياره او تاني مره تقريبا زياره لدوله ليتوانيا، ولكن جايين بالاسره فاتعرفت عليهم. فانا مبسوط يا جماعه، مبسوط بجد. شكرا لاحمد وشكرا للناس الجميله ديت ان احنا استمتعنا كلنا ما فيش حد قايم يعني، حتى العيال الصغيره مش عايزه تروح، كله مستمتع باليوم. فما شاء الله يعني يوم جميل. ومتشكر ليكم كمان انتوا انا دايما بحب ان انا اشارككم معايا، بوريكم اجواء ليتوانيا في الاعياد عامله ازاي. بوريكم زي ما بوريكم السلبيات بوريكم الايجابيات في الدوله، بحيث لما انت تيجي مثلا يكون عندك خلفيه الدنيا ماشيه ازاي. وطول ما انت ماشي وبشخصيه كويسه ومحترمه في حالك بالتاكيد هتلاقي ناس محترمه ربنا يكرمك بيهم وتتعرف عليهم وتكون معرفه خير ليك وليهم. كده هضطر بقى ان انا انهي الفيديو عشان ما اطولش عليكم النهارده. لو عجبك الفيديو النهارده ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب واشتراك في القناه، الزرار الاحمر تحت، ويعمل لنا شير للفيديو لو عجبك. واكتب لنا في الكومنت قول لي ايه اللي عجبك في الفيديو النهارده او ايه اللي ما عجبكش. شكرا لكم مره تانية، وكل سنه وانتم بالف صحه وسعاده، وكل سنه والامه المسلمه كلها في جميع الدول العربيه كلها ودول المسلمه كلها في جميع انحاء العالم بالخير وبالصحه وبالسعاده. شكرا لكم يا جماعه الخير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.